تحية طيبة مشاهدي الكرام. ألم تسقط ورقة التوت الأخيرة عن المشروع الإماراتي الاستعماري في اليمن؟ ألم تصدع أبو ظبي رؤوسنا منذ سنوات وهي تقول إنها جاءت لحماية الشرعية؟ فلماذا أصبح الجيش اليمني الشرعي فجأة ثلة من الإرهابيين في نظر بن زايد؟ هل تستضيف السعودية شريكة الإمارات في التحالف رئيس الإرهابيين في الرياض إذن؟ ألم ينفضح أمر هذا التحالف المشبوه؟ ألم يعلن حمد المزروعي المتحدث الأول باسم بن زايد اليوم أن الرمز الدولي لجنوب اليمن سيكون 969 قريبا في إشارة لانفصال الجنوب المدعوم إماراتيا؟ هل سيحصل الجنوبيون فعلا على دولة أم إن الإمارات ستقسم حتى الجنوب نفسه؟ أليس هدفها الرئيس تفتيت اليمن لنهب ثرواته؟ لكن في المقابل ألم يقل بيان الخارجية الإماراتية أن القصف طال مجاميع إرهابية هاجمت قوات التحالف؟ أليس من الإجحاف اتهام الإمارات بأن استهدافها لقوات الشرعية محاولة مفضوحة لدعم الحوثيين؟ أليس من الظلم اتهام الإماراتيين والسعوديين بأن كل ضرباتهم التي طالت الجيش اليمني الشرعية على مدى السنوات الماضية كانت مقصودة وليست بالخطأ كما زعموا؟ أسئلة نطرحها هنا في الاستوديو على السيد أنيس منصور المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض، وعبر الأقمار الصناعية من بيروت على نضال السبع المحلل السياسي أحد المدافعين عن التحالف الإماراتي السعودي في اليمن. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس. نضال السبع، لو بدأت معك من بيروت، يعني كما يقول المثل الشعبي حبل الكذب قصير حتى لو طال، يعني سنوات وسنوات والإمارات يعني تتذرع بالشرعية بحماية الشرعية في اليمن، وفجأة نرى طيرانها يقتل المئات من الجيش اليمني الشرعي. يعني ذاب الثلج وبان المرج كما يقول المثل. عندما تصدى لها اليمنيون، عندما تصدت لها الشرعية ولمحاولاتها الخبيثة، أصبحت الشرعية فجأة إرهابية. ألم تلحظ ذلك؟ يعني مساء الخير دكتور.